بقى الجولة الكاملة عند علاء خيري، وحرفيا الأسعار في انهيار على طول زي ما انتم شايفين. عنده أعلى البراندات من الرواب دي طبعا كانت في أول الموسم لو تفتكروا ب 200 وب 250. النهاردة الرواب دي عنده سعرها نزل جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كلها براندات، وكلها ماتيريال حلوة قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. هنشوف النهارده علاء خير عنده ايه تاني من اسعار التصفيات وكل الحركات اللي عنده والاسعار والموديلات وكل حاجه هنشوفها في الفيديو ده باذن الله. تمام، عشان اللي يروح يبقى عارف. هنا عنده الرجالي زي ما انتم شايفين، برضو عنده هنا مجموعه شيلان مش هتصدقوا وصلت لكام، اللي هي الشيلان اللي هي سكارفات دي تقريبا 25 جنيه عنده النهارده. يعني حاجه سعر كده مش عارفه، سعر غريب قوي، سعر صغير جدا. عنده الجواكت الرجالي دي ب 300 جنيه. طبعا احنا في اول الموسم كان الجاكيت ده بيعمل 400 ب 450. الجواكت الرجالي يا شباب على فكره بتبقى اغلى حاجه في الوكاله، انتوا عارفين طبعا، كلها براندات وماتيريال عالي جدا، والجواكت دي بتبقى في البراند بتاعتها بتعدي الالافات صدقوني. فانتوا كده هتاخدوا حاجه. يا سلام بقى لو شاب كده شاطر كده وفهيم وفهلوي وتاجر في الجواكت دي في الشتاء، مش قادره اقول لكم هيكسب ايه، مش قادره اقول لكم. الموضوع ده مربح جدا جدا يا شباب، لازم تفكروا في المواضيع دي. شايفين الجاكيت ده مبطن وجميل قد ايه، على فكره رياضي، جاكيت رياضه يعني حلو جدا. كان برضو الطلب مني جواكت رياضيه، شايفين ده برضو عامل زي البليزر كده قد ايه في منتهى الشياكه اهي. بصوا ده كل دي جواكت سبورت حلوه قوي الجواكت دي على فكره، وبتبقى حتى لو احنا مش رايحين نادي يعني هي بتبقى شكلها جميل جدا لاي حد لابسها، وبتبقى مبطنه وجميله وبتدفي قوي. شايفين الماتيريال بتاع الحاجه. الجاكيت ده لقيت منه لون تاني عنده، بقول له ايه ده انتوا عندكم لونين من نفس قال لي ايوه. بصوا اللونين احلى من بعض ازاي، وكمان المقاس وافي جدا جدا. ممكن يلبس مثلا ايه وزن 80 كده، فاهميني؟ يعني المقاس محترم حلو جدا، مالي مركزه يعني زي ما بيقولوا. ده يعتبر المحل بتاع ملابس الرجالي اللي عند علاء خيري. تمام، دخلنا نشوف فيه ايه في المحل جوه. لقينا القمصان الرجالي دي اللي هي يعتبر زي شميس كده، كلها شتوي ماتيريال، مهما اقول لكم قد ايه جميل جميل جميل. وفي منها مبطن عامله زي ما يكون جاكيت مش قميص ده، فاهميني؟ عاليه قوي 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 وب100 جنيه. كان اي حاجه عنده في القمصان دي او في البلوفر، اي بلوفر او قميص عامل 100 جنيه. تعالوا نرجع كده لورا واقول لكم كان السعر ايه عنده في الاول. هنا بصوا البلوفر ماركه نيكست، حرفيا الماركه دي جميله جدا. البلوفر او القميص عنده كان ب 180 جنيه وب 150 جنيه. اقسم بالله اقسم بالله ده حصل، انا اللي بصور وعارفه. كل ما اروح اليومين دول ايه ده القميص وصل كذا. شايفين البلوفر ابو زراير قد ايه شيك جدا جدا جدا، قولوا جدا بقى للصبح، حاجه عاليه جدا وب 100 جنيه. يا نهار ابيض على البلوفر، يعني البلوفر ده لو في البراند بتاعته يعدي 400 جنيه والله يعدي. بصوا جاكيت الرياضه، جاكيت رياضة مبطن وجميل قوي، وتخيلوا في ابو 100 جنيه هنا، يعني ممكن ده كمان تستلقطوه كده، ده جاكيت مش ومبطن وجميل. هنا البليزرات كانت 300 جنيه، لان هم بيجيبوا شغل عالي قوي في البليزر ده. طبعا كلها بليزرات محامين وحاجه كده محترمه، يعني محامين وكلاء نيابه. عارف لما تلبس بليزر محترم زي ده انت لابس الحته الزفره زي ما بيقولوا بالظبط كده. يعني زي الشباب كده اما يشوفوك لابس الحته دي وفجاه كده ايه يتلموا حواليك مثلا اصحابك، ايه يا عم انت لابس الحته الزفره ورايح فين والكلام ده، فاهمني؟ يعني هو كده، ايوه الشباب دي لغتهم مع بعض ما تضحكوش يعني، حقيقي دي هي اللغه بتاعت الشباب مع بعض. ده حتى البنات، حتى البنات في الجامعات وفي كل حته بيقعدوا يقولوا الكلام ده عادي يعني. تمام، فصدقني هتبقى حاجه مميزه. لا شايفين انا وريتكم البطانه بتاعت الجاكيت عامل 100 جنيه بس، هو سويت شيرت وجاكيت في نفس الوقت، اتنين في واحد يعني، فاهمني؟ فهو علاء خيري عنده رجالي حلو جدا من زمان، بس هو في الموسم بيبقى السعر عالي سيكا يعني. بصوا انتوا هتاخدوا شغل فاخر من الاخر، بس السعر عالي سيكا. تمام، يعني هتاخدوه انتوا مغمضين. فانتوا بقى انتوا حريتكم، لو عايزين بعد كده تتعاملوا معاه في شغل الشتوي روحوا في الموسم، بيبقى عنده شوية موديلات حلوة جدا جدا روعة والله. فصدقوني هتبقوا انتوا المستفيدين. هنا بقى رحنا عند الحريمي، كان رائع فوق الخيال. النهاردة كان عنده شوية براندات حريمي
كلها باديهات وبلوفرات، عامله 85 جنيه. الحاجات اللي هي كانت عامله 120 و130 دي، فاهمني؟ فحقيقي والله العظيم انا واقفه قدام موسوعه، انا واقفه بجد قدام موسوعه لبس براندات من الدرجه الاولى، فاهمني؟ يعني انا يعني رايي ان انتوا تروحوا وتستفيدوا من الحاجات دي. يعني بصوا زي ما بيقولوا كده، في اواخر موسم الشتاء اشتروا اللبس مقدما، في اواخر الموسم الصيف برضو روحوا واستفيدوا. في اواخر موسم الصيف كان في شويه لبس. بصوا مثلا البوليرو ده، شايفين انا عملته على الستاند كده، سندته عشان اوريكم تفاصيله من قريب. ليه؟ علشان تشوفوا الحاجة قد ايه جميلة جدا والماتيريال عالي قوي. لان في حاجات على فكرة من بعيد ما بتبانش الجودة بتاعتها من بعيد، انتوا شايفين حاجة من بعيد وخلاص كده قطعة عادية، فاهمني؟ فانا في حاجات احب ابين لكم تفاصيلها قوي زي ما انا عينيا شايفاها، انا احب انتوا كمان تشوفوها. ليه؟ علشان فعلا تبقوا مبسوطين زي ما انا ببقى مبسوطة بالحاجة. بصوا، بوليرو شعر تحفة، حاجات جميلة جميلة جميلة. فبجد أتمنى من كل قلبي، بصوا زارة، بوكلت زارة زي ما انتوا شايفين، يعني زارة البوكلت الزارة ده يعدي 300 جنيه في البراند عشان تبقوا عارفين. طيب 85 جنيه كل الجمال ده، اللي هي كان عندهم بلات غالية جدا على فكرة. شغل البلات ده يا بنات ويا شباب بقى أغلى مما تتخيلوا والله. تمام؟ بيوروني فواتير، انا بتخض من الفواتير. فواتير الشغل سعره عالي جدا، وعلى فكرة ممكن ما يصفيش معاهم اللي بالكوا فيه والله. الناس مش زي ما زمان كانت شغل البلد ده بيلاقوه كده في الشارع يعني بسعر رمزي جدا. دلوقتي الشغل بقى عالي جدا، والجمارك بقت مدوخة الناس. يعني الجمارك فيها برضو فلوس وفي حاجات، وعلى مراحل كده، يعني على ما تطلع مش عارفه من البوابه دي للبوابه دي بتدفع معرفش ايه. فالمواضيع مش سهله والله، والدنيا بقت صعبه جدا. بس اللي يشغل دماغه شويه الصعب بيسهل، صدقوني. يعني لو شغلتوا دماغكم شويه، هنا مثلا كان دريسات حلوه جدا 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 والله، جميله قوي. تمام؟ برضو كانت سعرها لا يقارن، يعني سعرها حلو قوي. بصوا ده مثلا حاجة زي السويت شيرت الطويل كده او تونيك او حاجة كده، فاهمني؟ برضو اسعار مفيش بعد كده. بصوا حتى الماركة بارزة ازاي، الماركة من كتر جودتها بارزة، فاهمني؟ ففعلا شغل حلو قوي عند علاء خيري ده، عند علاء خيري لو تلاحظوا، عند خالد وتامر. الاتنين دول انا دايما بصور عندهم وانا مغمضة. شغلهم تحسوه من مكان واحد لان مشابه قوي، حتى في الماركات مشابه قوي. بصوا ب85 جنيه هنا اي دريس من الدريسات الروعة دي. انا جبت لكم الكاميرا على متحف المركبات الملكية اللي انا واقفة قدامه. ليه؟ علشان تبقوا عارفين انا واقفة فين بالظبط، وكمان تبقوا ايه، تبقوا تعرفوا المكان يعني لو رحتوا على طول. تمام؟ طبعا يا بنات اللي لسه اول مرة تشوفي القناة، اتمنى تشتركي في قناتي. كل يوم بروح الوكالة، انا قنواتي مبنية على المعرفة، اللي انا بكتشف لك الاماكن، افضل الاماكن الحلوة اللي فيها الاسعار اللي هي مش هتلاقيها بره. يعني انا بفضل الف لغاية ما اجيب لك افضل سعر واحسن سعر وارخص سعر كمان واعلى كمان خامات وبراندات. مش بجيب اسعار وبس والله، لا، لازم تكون الخامات حلوة وعلى قد يعني سمعة القناة زي ما بيقولوا كده. تمام؟ فلازم اجيب لك شغل حلو جدا، اللي هو يبقى على مستوى قنواتي. انا قنواتي الثلاثة مبنية على هدف. ايه هو الهدف ده؟ ان انا اوصلك للاماكن المظبوطة اللي هي تروحي تستفادي منها وانتي مغمضة، زي ما بيقولوا كده بالظبط وانتي مغمضة. ليه؟ علشان نوفر الغلاء اللي بقى في الملابس الجديدة. بقى غلاء بايخ جدا بصراحة، اوفر قوي، والحكاية مش مستاهلة خالص. لا، احنا بقى نقدر نفيد بعض، نقدر نوصل لبعض الافكار كلها. تمام؟ مش عيب خالص، يعني احنا نساعد بعض بالفكرة، نساعد بعض اللي يعرف حاجة يقولها للتاني. تمام؟
لان فعلا الغلا اللي احنا فيه بقى حاجة بايخة اوفر. شايفين البوكليت وجماله؟ حاجة شغل فاخر جدا، شغل ولا اروع من كده. فعلا حقيقي ما ينطبقش عليه غير الكلمة دي، ولا اروع. بصوا البلوفر قد ايه حلو وقيم. بصوا يعني البلوفر ممتاز ممتاز، يعني الباديهات ممتازتين، فاهمني؟ فبصوا المخطط ده بيبقى شيك قوي على فكرة في اللبس، وما بتتحيريش بقى لان ممكن اي لون فيه يناسب القطعة التانية اللي هتلبسيها بالظبط كده. تمام. فلو عجبك الفكرة بتاعت قنواتي، يعني انا قنواتي يعتبر هادفة جدا، ان انا فعلا هدفي اوصلك لارخص مكان في الوكالة. وكمان مش شايفين الدريس؟ الله على ده دريس، الله، يعني تقريبا ده كان زارة. دريس من يعني حلو حلاوة، مش مفيش بعد كده. مش قادرة اقول لكم جماله والجودة والحاجات، فعلا كنوز والله، دي كلها كنوز. يعني بصوا بري مارك، ماركة بري مارك دي، بصوا ماركة محترمة فوق الخيال، ماركة حلوة قوي. انا مجربة فيها على فكرة، انا نفسي خدت منها قبل كده قطع، وكان عنده بصوا شميزات على اشكالها والوانها عاملة 75 جنيه، 3 4 استندات بقى على كده، نقي واختاري ويعني زي ما بيقول الشيف حسن، واحتاري وانتي بتختاري بالظبط كده. بصوا كلها براندات رهيبة رهيبة رهيبة. هنا كان ده ب50 جنيه بس، برضو بلوفرات وباديهات. بصوا بقى، شايفين قد ايه الشياكة اللي في البلوفر ده؟ لا بجد والله حاجات عند علاء خيري ده، واسعار التصفيات جميلة. استغلوا بقى الموقف واستغلوا الوقت. بصوا ده شال حلو قوي قوي، ولا في ديفو ولا في اي حاجة. كان عنده سكارفات وشيلاني اللي انا وريتها لكم دي، برضو كانت السعر مفيش بعد كده. شايفين؟ بصوا ده دريس، الدريسات بصوا عنده رهيبة رهيبة رهيبة، حلوة قوي. بصوا طبعا اللون الاسود دايما مظلوم في الكاميرا، خدوا بالكم من الحتة دي، دايما اللون الاسود ده مظلوم جدا في الكاميرا. الدريسات عنده حرفيا بتتكلم كده من جمالها، حلوة قوي. طبعا واحنا في اخر الفيديو ما تنسوش اللايك يا بنات، حطوا لايك للفيديو ده فضلا منكم وليس امرا، عشان الفيديو ده يكبر ويوصل لناس كتير ولا تعرف الوكالة ولا تعرف الاماكن دي. طبعا بسيب لك ارقام الشباب تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، بسيب لك لينكات قنواتي التانية كمان عشان تدخلي وتنوريني وتنوري قنواتي، علشان لو قنواتي عجبتك تشتركي ان شاء الله. انا يعني عاملة محتوى هادف وجميل جدا عشان بنحارب الغلاء، بنحارب التجار اللي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، كلونة كده، كلونة من الاسعار اللي بيعملوها. فاحنا لا، احنا نساعد بعض بالفكرة، اللي عارف حاجة مكان رخيص يقولها للتاني وكده، وكلنا بنساعد بعض يا بنات. احنا هنا واقفين قدام متحف المركبات الملكية في الوكالة جنب محطة مترو ماسبيرو بالظبط، وده اسمه علاء خيري. كنت معاكم شيرين كمال من قنوات الوكالة واسرار الوكالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.